ازيك؟ يا رب تكون في احسن حال. هنكمل النهارده او وصلنا للمرحله الاخيره او للمحطه الاخيره في قصه الانبياء، وهنتكلم النهارده عن امام الانبياء او سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب ان شاء الله اقدر ان انا اتوفق. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ما تكفيش ان احنا نتكلم عنه في حلقه واحده، لكن انا النهارده هكلمكم عن مواقف حياتيه هو مر بيها سواء قبل الدعوه او بعد الدعوه، تعرفنا بشكل عام عن حياته، ولكن التفاصيل الكتيره اللي موجوده في حياه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اكيد ما تتحكيش في حلقه واحده، بل تتحكي في حلقات كتير، يمكن في كتب كمان. بس لو انت اول مره بتشوفني على اليوتيوب ما تنساش تشترك وتفعل الجرس، تكتب كومنت يشجعنا اكمل، ولو انت اوريدي مشترك اعمل شير كتير عشان الحلقه دي توصل لاعلى عدد من الناس، ويكون ليا وليك الثواب بتاع الناس اللي تسمع قصه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. يلا بعد الانترو نشوف قصه سيدنا محمد. اولا بالنسبه لنسب سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، فهو اسمه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، طبعا الى اخر النسب اللي بيمتد وبيوصل لسيدنا اسماعيل ومن بعده سيدنا ابراهيم عليهم وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. كمان هو ابوه هو سيدنا عبد الله ابن عبد المطلب، وامه هي السيده امنه بنت وهب. الرسول عليه افضل الصلاه والسلام مات ابوه وهو لسه والدته حامل فيه، وماتت امه وهو عنده 6 سنين، ومات جده اللي كان بيتكفل بيه بعد موت امه وابوه بمعنى اصح، او بمعنى بعد موت امه جده عبد المطلب مات وهو عنده 8 سنين عشان يتكفل بيه عمه ابو طالب ويربيه وياخدوا معاه رحلات التجاره الخاصه بيه. كمان الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيشتغل في راعي الغنم. كمان هو اتولد في يوم الاثنين 12 من ربيع الاول للعام اللي بيتسمى عام الفيل. ولو انت متعرفش عام الفيل يعني ايه، عام الفيل اتسمى كده لان ده العام اللي حاول فيه واحد اسمه ابرهة الحبشي انه يروح يهدم الكعبه المشرفه من خلال فيل كان موجود معه. كل ما يزقوا الفيل ده عشان يهدم الكعبه ربنا سبحانه وتعالى يأمره فيقعد مكانه، وفي الاخر ربنا ارسل عليهم طيرا ابابيل، ارسل عليهم طيور معاها احجار من جهنم كانت بتتحدف عليهم وبتموتهم واهلكهم ربنا سبحانه وتعالى جزاء لان هم كانوا عايزين يهدموا الكعبه المشرفه. اول سنتين من حياته كانوا من عاده العرب ان هم كانوا بيبعتوا ولادهم مع مرضعات يعيشوا في الباديه عشان يبقوا متربيين او طالعين عندهم قوه وخشونه والكلام ده كله. فالمرضعات لما جم عشان ياخدوا الاطفال في الوقت ده كانوا كلهم بيرفضوا ان هم ياخدوا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لانه كان يتيم زي ما قلت لك، فكانوا بيظنوا ان اللي هم هيعملوه او تربيتهم ليه زي باقي الاطفال مش هيلاقوا منها جزاء، بمعنى اصح مش هيلاقوا فلوس يعني لان بابا متوفي. عشان تاخدوا السيده حليمه السعديه اللي هي كانت مرضعه الرسول عليه الصلاه والسلام، واللي يكون الرسول سبب خير ليها ولبيتها بشكل كبير جدا. ولما كان عنده سنتين قررت ان هي هترجعه لامه زي باقي الاطفال، ولكنها استاذنت من السيده امنه ان هي تحتفظ بالرسول عليه الصلاه والسلام او يفضل معاها فتره كمان. وفي يوم من الايام وهو عندها ومع الغلمان او الاطفال الصغيرين اللي من سنه جه سيدنا جبريل واخده، وحصلت حادثه شق الصدر الاولى بان سيدنا جبريل اخرج قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، واخرج منه حاجه اسمها حظ الشيطان من قلب الرسول عليه الصلاه والسلام، ورجع له قلبه مرة تانية أو رجع القلب تاني مرة تانية مكانه زي ما كان. كبر الرسول صلى الله عليه وسلم مع عمه أبو طالب اللي كان بيتكفل بيه زي ما قلت لك من شوية، وكان بيروح في رحلات التجارة. اتشهر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالصدق والأمانة، ووصلت أخباره للسيدة خديجة بنت خويلد ودي زوجته الأولى. ولما سمعت بأمانته وهي كان عندها تجارة كبيرة جدا قررت إن هي تطلب منه أو تستأمنه بمعنى أصح على تجارة خاصة بيها هتبعته بيها ومعاه غلام من الغلمان بتوعها. وفي الرحله او في الطريق للتجاره اللي هم كانوا طالعينها الرسول عليه الصلاه والسلام ومعاه الغلام ده، الرسول حب انه يرتاح تحت شجره موجوده هناك، وكان في راهب قاعد بالقرب من الشجره دي. فالراهب ده قال للولد الصغير اللي مع الرسول عليه الصلاه والسلام ان الشجره دي ما بيقعدش تحتها غير الانبياء. والولد لما رجع للسيده خديجه حكى لها على الموقف ده، وبالتالي حصل بعدها زواج الرسول عليه الصلاه والسلام من اول زوجاته اللي هي السيده خديجه بنت خويلد. الرسول بالمناسبه اتجوز 11 مرة أو اتجوز 11 واحدة ست، مش كلهم اتجوزهم في نفس الوقت ولكن على مراحل مختلفة ولحوادث وظروف مختلفة. وكان ليه من الأولاد 7 أو من الأبناء بمعنى أصح 7، 3 ذكور و4 إناث. مات حوالي 6 منهم أو مات 6 منهم فعلا وهو عايش، والباقي آخر واحدة ماتت منهم اللي هي السيدة فاطمة ماتت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما عن مشاركة الرسول عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة أو ترميم الكعبة بمعنى أصح، ففي وقت من الأوقات قريش لقت إن الكعبة خافوا عليها إن هي هتتهدم من السيول والحاجات دي كلها، فقرروا إن هم يقوموا بتجديدها أو ترميمها بمعنى أصح. وبعد ما انتهوا من ده وصلوا للمرحلة اللي هيحطوا فيها الحجر الأسود مكانه، فاختلفوا فيما بينهم مين القبيلة اللي هتعمل ده.
فقرروا ان هم هيحتكموا لحكم اول حد هيدخل عليهم، واول حد عدى من قدامهم او دخل عليهم كان الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي حكم بينهم بحكم كان جميل جدا وفض النزاع ده بانه قال لهم هاتوا ثوب، يعني بما معناه حته قماش، حطوا عليها الحجر الاسود، وكل قبيله من القبائل بما معناه تبعت حد، يعني كل قبيله تشيل من حته من الثوب، فبالتالي يبقى كده كل القبائل شالت الحجر الاسود، وبكده فض النزاع صلى الله عليه وسلم بين القبائل، او منع ان يقع نزاع بين القبائل في فكره الحجر الاسود، ويكون كمان شارك في بناء الكعبه او اعاده ترميمها بمعنى اصح في الوقت. واما عن بدايه نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جه ملك وقال له اقرا، فالرسول عليه الصلاه والسلام قال له ما انا بقارئ. الملك عادها 3 مرات، فالرسول عليه الصلاه والسلام رد عليه بنفس الرد في ال3 مرات، عشان الملك في المره الثالثه يكمل ويقول اقرا باسم ربك الذي خلق، ويروح للسيده خديجه ويحكي لها على اللي حصل، فتطمنه وتاخده لابن عمها ورقه بن نوفل، واللي كان عنده علم بسير الاولين بمعنى اصح او سير السابقين. فقال له ورقه بن نوفل ان يا ريتني انا اكون موجود معاك، بما معناه زي ما هعرض لك كده الحديث اللي دار بينهم على الشاشه. قال له يا ريتني اكون موجود معاك يوم يخرجك قومك. فالرسول عليه الصلاه والسلام قال له هم هيخرجوني؟ قال له ايوه، مفيش حد جيب اللي انت جيت بيه قبليك الا وحصل ان قومه عادوه بمعنى اصح، ولو انا موجود في اليوم ده هنصرك نصرا مؤزرا. فالرسول عليه الصلاه والسلام مشي من عنده هو والسيده خديجه، وبعدها مات ورقه بن نوفل، وانقطع الوحي يقال كام يوم عن الرسول عليه الصلاه والسلام، ولكنه كان بيكمل عادي في غار حراء زي ما هو، لحد ما في يوم من الايام جاله سيدنا جبريل، او سمع صوت سيدنا جبريل وهو بيقول له يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر، عشان يفهم من هنا الرسول عليه الصلاه والسلام، او تكون هي دي بمعنى اصح البدايه الرسميه للامر الالهي من ربنا سبحانه وتعالى للرسول عليه الصلاه والسلام، بان هو يبدا انه يدعو الناس لعباده الله وحده لا شريك له، وان هم يتركوا عباده الاصنام بمعنى اصح. عشان تنقلنا بعد كده قصه الرسول عليه الصلاه والسلام لحاجه اسمها الدعوه السريه. في الوقت ده كان الرسول عليه الصلاه والسلام بدا الدعوه من خلال انه كان بيدعو اهل بيته الاول، فاول من امنت معاه طبعا كانت السيده خديجه بنت خويلد، وسيدنا علي بن ابي طالب، وسيدنا ابو بكر الصديق، الولد او يعني الشاب اللي كان الرسول عليه الصلاه والسلام متبنيه ولد سيدنا زيد بن حارثه. طبعا اتكلمت عنه في حلقه في قصه الصحابه، لو انت ما شفتهاش روح للبلاي ليست هتلاقي مكتوب الصحابه الكرام، اتفرج هتلاقي الحلقه بتاعت سيدنا زيد اتكلمت فيها عن الموضوع ده. المهم ان كمان سيدنا ابو بكر اعانه في الدعوه، واسلم على ايد سيدنا ابو بكر ناس زي سيدنا عثمان بن عفان والزبير بن العوام وغيرهم من الصحابه والمسلمين بعد كده اللي اسلموا على ايد سيدنا ابو بكر. الكلام ده حصل لمده 3 سنين، انتشر بشكل مش هنقول كبير، لكن ابتدى ينتشر في مكه المكرمه لمده 3 سنين، وبعد كده جه الدعوه العلنيه عشان يقف الرسول عليه الصلاه والسلام على جبل المروه ويجاهر بالدعوه ويعلن عن الدعوه لقومه لعباده الله وحده لا شريك له، ولكن القوم استهزأوا بالدعوه اللي هو بيقولها ورفضوا ده بمعنى اصح. ورغم ان عم الرسول عليه الصلاه والسلام اللي كان متكفل بيه اللي هو سيدنا ابو طالب ما كانش على الاسلام وما دخلش الاسلام لحد ما مات، الا انه كان دايما داعم للرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وبيمنع اذى المشركين واذى القوم الكفار عنه صلى الله عليه وسلم. عشان بعد كده تنقلنا قصه الرسول عليه الصلاه والسلام لما جهر بالدعوه للمقاطعه اللي قامت بيها قريش، بان هم قرروا يقاطعوا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام والمسلمين ويحاصروهم في حاجه او في منطقه اسمها شعب بني هاشم، وقرروا ان هم ما يتعاملوش معاهم لا في تجاره ولا في بيع ولا شراء ولا كمان يزوجوهم ولا يتزوجوا منهم. والكلام ده استمر ل3 سنين من خلال وثيقه اتكتبت واتعلقت على الكعبه المشرفه مكتوب فيها البنود بتاعه المقاطعه دي، الى ان حصل يعني زي نقاش او مفاوضات ما بين هشام بن عمرو وزهير ابن ابي اميه، وقرروا ان هم هيمزقوا الوثيقه دي، ولكن لما راحوا لقوا ان اصلا اغلب البنود اتمسحت الا من كلمه باسمك الله. تنقلنا بعد كده قصه الرسول عليه الصلاه والسلام لحاجه اسمها عام الحزن، وهو العام اللي مات فيه 2 من اعز الناس على قلب الرسول عليه الصلاه والسلام، واللي كانوا داعمين ليه بشكل كبير جدا سواء في الدعوه داخليا او خارجيا، وهي زوجته الاولى السيده خديجه بنت خويلد وعمه اللي كان بيدعمه دايما سيدنا ابو طالب. العام ده اتسمى كده لان الاثنين ماتوا فيه. بعد كده اتنقل الرسول عليه الصلاه والسلام لفكره الدعوه خارج مكه المكرمه، لما قرر انه يروح الطائف ويدعو اهلها، ولكن اهلها تعاملوا معاه بشكل مش كويس، وكان هو رايح يدعو بالاخص قبيله ثقيف، لكنهم تعاملوا معاه بالاستهزاء وان هم سلطوا عليه السفهاء والاطفال والكلام ده كله، وان هم هاجموه بشكل كبير جدا عشان يدعي الرسول عليه الصلاه والسلام بالدعاء الشهير بتاعه اللهم اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس. وتيجي بعد كده رحله الاسراء والمعراج اللي اتكلمت فيها في حلقه قبل كده في تاريخ الاسراء والمعراج، قبل في وقت السلسله دي برضو في شهر رجب او شعبان اتكلمت في وقت من الاوقات عن رحله الاسراء والمعراج بالتفصيل، فمش هخوض فيها كتير، ولكنها باختصار كانت رحله
اكرم بيها رب العالمين سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عام الحزن وبعد الحادثه بتاعه الطائف عشان يخرجوا من الحاله اللي هو كان فيها او من الحزن اللي هو مر بيه. بعد كده جه الوقت اللي كان فيه الهجره للحبشه. الرسول عليه الصلاه والسلام حث الصحابه ان هم يهاجروا للحبشه لان فيها ملك اللي هو النجاشي ملك الحبشه لا يظلم عنده احد. وبمعنى اصح الرسول عليه الصلاه والسلام فعلا لما قال لهم كده، طبعا لا ينطقوا عن الهوى، فلما راحوا هناك كانوا دايما القبيل يعني الكفار وكده بيبعتوا ناس يحرضوا النجاشي ان هو يرد المسلمين اللي عنده، ولكن هو كان النجاشي كان ذكي، كان زي ما بيسمع من الناس اللي جايه له من قريش او كده كان بيسمع من الصحابه الكرام، وكان كل مره بيقتنع بكلام الصحابه الكرام لان هو شايف ان هم اللي على حق، وبالتالي ما كانش بيسلمهم ولا بيقرر انه يرد المسلمين اللي بيروحوا. بعد كده حصلت بيعه العقبه الاولى والثانيه، بان جه وفد من الانصار للرسول صلى الله عليه وسلم وبايعوه على ان هم يلتزموا بالاسلام بمعنى اصح، او بايعوه على الدخول في الاسلام بمعنى اصح. وارسل الرسول وقتها معاهم سيدنا مصعب بن عمير عشان يعلمهم القران ويعلمهم امور الدين. وفي السنه اللي بعدها في موسم الحج جه وفد تاني وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، والمرتين كانوا في منطقة العقبة، فبالتالي الأولى اتسمت بيعة العقبة الأولى والتانية اتسمت بيعة العقبة التانية. عشان بعد كده تنقلنا القصة للهجرة النبوية لما الرسول عليه الصلاة والسلام أو الصحابة ابتدوا إن هم يهاجروا من المكان اللي هم كانوا موجود فيه اللي هم مكة المكرمة للمدينة المنورة حفاظا على دينهم ونفسهم بمعنى أصح. ولكن مع الوقت ابتدى الكفار يلاحظوا إن المكان ابتدى يعني مكة قربت، تعرف اللي هو قربت تفضى، فهم هنا قرروا ان هم عايزين يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن حطوا خطه بان هم ياخدوا شاب من كل قبيله ويضربوا الرسول عليه الصلاه والسلام ضربه واحده فيضيع دمه بين الامم بمعنى اصح. ان باختصار ان بني هاشم اللي هي قبيله الرسول عليه الصلاه والسلام او اهل الرسول عليه الصلاه والسلام ما يبقوش عارفين هم ياخدوا الطار من مين، لان ما فيش حد محدد هو اللي قتل الرسول عليه الصلاه والسلام، عشان ربنا في نفس الوقت يخلي الرسول عليه الصلاه والسلام يخرج للهجره بتاعته هو، وكان خد معاه الرفيق بتاعه اللي هو سيدنا ابو بكر الصديق. وسيدنا علي نام مكان الرسول عليه الصلاه والسلام في فراشه، والرسول اوصاه بانه يرد الامانات اللي كانت موجوده عنده لاصحابها. حبيبي يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، سبحان الله، في عز ما هو بيعاني من حاجه صعبه جدا وان ناس متربصين بيه بيفكر في انه يرد الامانات لاصحابها، اللي وارد على فكره ما يكونوش كانوا مسلمين، يعني ممكن يكونوا صحاب الامانات دول كمان ناس من المشركين او الكفار، لان الرسول زي ما قلت لك سواء قبل الاسلام او بعد الاسلام فهو كان مشهور بالصفه دي، الصادق الامين، وبالتالي الناس كانوا دايما بيأتمنوه على الحاجات بتاعتهم قبل الدعوه اللي هو دعا بيها اللي هي دعوه الاسلام، وكمان بعد الدعوه اللي هو دعا بيها وهي دعوه الاسلام. ما كانش عندهم شويه تفكير يفكروا بيه ازاي واحد بالاخلاق دي ممكن يقول لكم حاجه فيها تضليل او يخترع دين جديد. لكن انا عارف وانتوا عارفين ان هم كانوا عارفين ان هو الدين الحق، وكانوا متاكدين ان الرسول عليه الصلاه والسلام حق، ولكنها كانت اهواء يعني واطماع بمعنى اصح ومصالح، لان هم لو كانوا دخلوا الاسلام في طبعا ناس كتير منهم استجابوا، ولكن لو كانوا هم استجابوا لدعوه الاسلام كان في تعرض كتير لمصالحهم زي عباده الاصنام والتجاره في الاصنام والتجاره في العبيد والرايات الحمر وشرب الخمره، قصه كبيره. زي ما قلت لك خرج الرسول عليه الصلاه والسلام هو سيدنا ابو بكر متوجهين للمدينه المنوره، وفي الطريق قعدوا في غار ثور 3 ايام. وسبحان الله الكفار وصلوا للغار ده، وكانوا لو بصوا تحت رجليهم في الكلمه الشهيره او الحادثه الشهيره لما سيدنا ابو بكر بص لقاهم قال للرسول عليه الصلاه والسلام ان هم لو بصوا تحت رجليهم هيشوفونا، ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام قال له لا تحزن ان الله معنا. بعد 3 ايام لما استقر الوضع شويه وخلاص ابتدى الرسول عليه الصلاه والسلام يفهم ان هم خلاص مش بيدوروا عليه او الموضوع بقى امن بشكل او باخر، خرج هو وسيدنا ابو بكر ووصلوا بسلامه للمدينه المنوره عفوا. واتبنى اول مسجد في الاسلام اللي هو مسجد قباء، عشان تبقى هنا البدايه الحقيقيه لقيام دوله مسلمه، القوانين والتشريعات بتاعه المسلمين. واتعمل وقتها وثيقه، لان الرسول عليه الصلاه والسلام كمان اخى بعدها بين المهاجرين والانصار، فعمل وثيقه بتنظم العلاقه ما بين المهاجرين والانصار واليهود اللي موجودين في المكان، عشان ما يبقاش فيه ظلم او جوران او الكلام ده. فحتى الرسول عليه الصلاه والسلام في الوقت اللي كان فيه بيتعامل مع ناس مش مسلمين سواء اليهود او الكفار، كان بيتعامل معاهم بالعدل بتاع ربنا، ما كانش بيجور ولا بيظلم حد. ما يظلم حد ازاي؟ ده رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي ربنا وصفه بانه رحمه للعالمين. قاد الرسول صلى الله عليه وسلم عدد من الغزوات في حياته، ابرزها بدر وحنين وتبوك وخيبر، وكمان بعت بمراسلات ومكاتبات للملوك اللي موجودين في العصر اللي هو كان موجود فيه عشان خاطر يدخلوا في الاسلام، وكان ابرزهم قسرى وقيصر اللي هم ملوك الفرس والروم في الوقت ده. دول كانوا اعظم قوتين في الوقت ده، ممكن مثلا نشبههم في زماننا بمثلا روسيا وامريكا، او روسيا والصين، او امريكا والصين، اللي هم اكبر قوتين على موجودين على مستوى الكوكب من حيث كل حاجه. بعت لهم بان هم يدخلوا في الاسلام. في ملوك دخلوا في الاسلام وقتها واستجابوا للدعوه، وملوك ما دخلوش. وكمان في وفود
كتير جت للرسول عليه الصلاة والسلام وأعلنوا إسلامهم ودخلوا في الإسلام، عشان بعدها الرسول عليه الصلاة والسلام يقرر إنه يحج حجة اتسمت بعد كده بحجة الوداع، واللي وصى فيها المسلمين بإن هم يبعدوا عن الربا وإن هم يتمسكوا بالقرآن وبالسنة بتاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد. أما عن صفات الرسول عليه الصلاة والسلام الجسدية أو الشكلية، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان مربوعا، يعني لا طويل ولا قصير، وكان أزج الحاجب، يعني الحاجب بتاعه رقيق، وكان وسيم قسيم، وكان أزهر يعني لونه أبيض بيميل إلى الحمرة، وكان أكحل العينين. أما عن صفاته الأخلاقية فحدث ولا حرج، كان مشهور زي ما قلت لك بالصدق والأمانة والعفو والتسامح والكرم والجود، وكان حافظ للسانه، يعني لسانه ما كانش ينطق بالبذاءات ولا باللعن ولا بالشتم، وكمان كان بيحترم الكبير وبيعطف على الصغير. دي الصفات بتاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث ولا حرج، مش محتاج اقول لك هو ايه، يعني ده اشرف واطهر من مشي على الارض دي، بل هو حبيب رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. واما عن وفاته صديقي فهو زي ما قلت لك مات يوم 12 من ربيع الاول، برضه يوم 2. انا برضه عشان بس ايه ما تحسش ان انت بتسمعها انا ما اتلخبطتش، وتاريخ وفاته هو تاريخ موت الرسول صلى الله عليه وسلم بعد السنين دي كلها في رحلة العمر اللي هو عاشها. طب بص لقصة حياته هتلاقيه عانى في حاجات كتير، عانى في امور كتير، مصاعب كتير، ولكنه عانى عشان انا وانت النهارده نبقى مسلمين، واحنا زي ما بيقولوا مولودين وفي بقنا معلقة ذهب، يعني احنا مولودين فعلا وفي بقنا معلقة ذهب، بالذات بالاخص احنا كمسلمين اتولدنا في بيئة مسلمة، يعني احنا ما تعبناش عشان ندخل الاسلام. لكن لو عايز تعرف قيمة الاسلام وقيمة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام تعب فيه، بص لغير المسلمين اللي في دول غير مسلمة وبيدخلوا في الاسلام، هتعرف قد ايه هم بيعانوا، ممكن يكونوا ساعات بيتعرضوا لنفس الايذاءات المشابهة اللي انت بتسمع ان الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة تعرضوا لها. زي ما قلت لك هو لما تعب لما اشتد عليه مرض موته، طلب من زوجته ان هو هيقعد في بيت السيدة عائشة، مات واتدفن في المكان اللي هو كان موجود فيه، في نفس الأوضة اللي هي كان موجود فيها أو في مكانه بمعنى أصح، عشان تنتهي قصة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما ينتهيش الفضل والكرم اللي احنا شفناه بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم، والخير العظيم اللي جالنا منه عليه افضل الصلاه والسلام. في 3 انبياء انا ما اتكلمتش عنهم لان القران ما ذكرلناش قصتهم باستفاضه، وهم سيدنا الياس وسيدنا اليسع وسيدنا ذو الكفل او ذو الكفل بمعنى صح. ال3 هم من انبياء الله، فلازم حق عليا ان نذكر ان هم من انبياء الله، ولكن قصتهم ما كانش فيها استفاضه، ولكن اعتقد ان انا ذكرت كل قصص الانبياء. اتمنى ان انا ما اكونش في اي حاجه قصرت فيها، او لو حصل تقصير فده طبيعي لاني بشر. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد، ويا رب يكون رمضان متقبل مننا جميعا ويكون عيد سعيد علينا اجمعين، واشوفكم على خير لو ربنا اداني العمر والصحه. شكرا لكم.